تخيلي ان يكون عندك كل حاجة، شهرة، موسيقى، فلوس، مستقبل مضمون، وتقومي في يوم واحد بس وتقولي لا، في ناس محتاجاني اكتر. في واحد عمل كده اسمه ألبرت شفايتزر. اتولد شفايتزر في ألمانيا وسط عيلة شايفة ان الموسيقى عبادة والعلم روح، ومن صغره كان مختلف. كان يقدر يبقى موسيقي عالمي وعالم لاهوت كبير، وحياته كانت ماشية في افضل مسار ممكن لأي انسان. بس شفايتزر ما كانش بيدور على مسار قد ما كان بيدور على معنى. في يوم وهو بيقرأ تقرير عن أفريقيا وعن الناس اللي بتموت من غير علاج، وقف وقفة من اللي بتفصل حياة عن حياة، وقال جملته اللي هتغير مصيره: مش ممكن أعيش في رفاهية وفي حد بيموت لأنه مش لاقي دكتور. ومن هنا اتخذ القرار. بدأ دراسة الطب من الصفر وهو عنده 30 سنة. الناس قالت له ليه، ده تعب على الفاضي، لكن هو قال أنا مش بدور على السهل، أنا بدور على الصح. قسم يومه بين الدراسة والعزف والتأمل، وكان بيجهز نفسه لمهمة واحدة، وهي إنقاذ البشر. بعد ما خلص دراسة الطب باع ممتلكاته كلها عشان يمول رحلته لأفريقيا. سافر للغابون، ولقى قدامه مش مستشفى ولا حتى مبنى، لقى كوب خشب على التراب. ومع ذلك بدأ اشتغل يوميا 16 ساعة، يجري على مريض، يرجع لمريض، يفتح جرح، ينقذ طفل، ويمسح دمعة. المكان بقى مستشفى حقيقي، بقى أمل. ألبرت شفايتزر ما كانش مجرد دكتور، كان مؤمن ان اي كائن حي، انسان، حيوان، حتى نبتة، له الحق في الحياة. وسمى فلسفته احترام الحياة، reverence for life. ما كانش بيعالج بس، كان بيعامل كل شيء حوالينه بإنسانية نادرة. شغله في أفريقيا هز العالم، اتكتب عنه وترشح لجائزة نوبل للسلام، وفاز بيها عام 1952. والمفاجأة اتبرع بكل فلوسه لبناء جناح جديد في المستشفى، لأنه كان شايف إن فلوس نوبل مش للزينة، للحياة. ألبرت شفايتزر علم العالم إن الإنسانية مش كلمة ومش موقف، دي طريقة حياة. علمنا إن الرحمة مش ضعف، الرحمة شجاعة. إن الإنسان الحقيقي مش بيسعى ليكون الأفضل، لكن اللي يسعى يكون الأفيد. وهنا نكون وصلنا لآخر قصتنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا ما تنسوش تشتركوا في القناة، لايك للفيديو، واكتبوا كومنت حلو تكونوا استفدتوا عن تجربتكم من القصة. وما تنسوش تصلوا على الحبيب، وسلام.